ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مكرونة بالفراخ، والمكرونة بالفراخ دي اسمها مكرونة المستعجلين. انا عادة قبل ما اروح الشغل الصبح بطلع فرخة واسيبها، مبقاش عارفة اعمل ايه. افتكرت واحدة زميلتي تونسية كانت علمتني الاكلة دي. بنعمل فيها ايه؟ بجيب حلة احط فيها شوية زيت، وهي الاكلة دي بتعتمد اصلا على الثوم. اساسا لازم نحط فيها كمية ثوم كويسة جدا. وبجيب الفرخة، أصلا أنا كنت غسلاها بس نزعت بقى منها الجلد، وشلت منها الجلد وقطعتها حوالي 9 قطع. آه آه إخلاء الفرخة من الجلد ما فيهوش مشكلة، بطريقة سريعة جدا يعني. أنا تقريبا دخلت في البيت حوالي 4:30، صليت العصر وبدأت أعمل الأكلة دي. اللي بينفعنا هنا بقى لما بننفع الأكلات السريعة بالنسبة للموظفين يعني، التوم جاهز عندي، التوم موجود، حطيت منه، خدت منه كمية كويسة. فده فايدة ان الحاجة تكون عندك جاهزة في البيت، ما تشيليش اي هم ولا اي بالنسبة لك اي مشكلة. انا هنا بحط نسبة توم كبيرة، وببتدي احمرها لغاية ما تاخد اللون الذهبي. اول ما بتبتدي تاخد اللون الذهبي ببتدي احط البهارات. هنا بقى بحط بهارات ايه؟ بحط بس كزبرة ومعلقتين كمون، وشوية الملح، هي ما بتاخدش اكتر من كده. وابتدي اشوح البهارات مع الثوم. لما تحسي ان البهارات تتشوح مع الثوم بتدي نكهة وطعم للريحة احلى بكتير. يبقى هنا حطيت معلقة كزبرة ومعلقتين كمون. وبعد كده ابتدي اسقط الفراخ، اعمل لها ايه؟ صدمة، تتقلب بالبهارات، لان نكهة الثوم والبهارات هنا تبتدي تخش في الفراخ، تبقى ريحتها وطعمها حلو جدا. بعد كده بقى هتكون عندنا الصلصة اللي احنا اصلا مجهزينها وعندنا موجودة، فبالنسبة لنا مفيش مشكلة. بنطلع برطمان من الصلصة اللي احنا مخزنينها ونبتدي نحط. هي بتعتمد على الصوص الغليظ كده، يبقى صوصها كتير. دي مختلفة عن البقبقة لا، بنسوي الفراخ الاول وبعد كده بيحطوا المكرونة. لا، هي دي كمان مستخدمش فيها الا المكرونة الاسباجيتي بس، يعني من غير مكرونه اسباجيتي ما بتتعملش، هي علمتها لي على كده. وبنحط بقى الصلصه، واديك اوريكم الصلصه وقد ايه. البرطمان كان محكوم بالفاكيوم وفتحته بالسكينه، والصلصه هنا مركزه. بس انا ايه، العيال بيحبوا لون الطماطم يكون احمر قوي، فانا حطيت معلقتين بابريكا، وحطيت معلقتين سكر عشان نسبة الحموضة اللي في الصلصة، وايه. وبعد كده احط 3 قرون فلفل عشان اللي ما بيحبش الشطة ياكلها مع الفراخ بالشطة. وابتدي ايه، اسيبها بقى تستوي مع نفسها. وهي بتستوي مع نفسها في الوقت انا بوريكم ازاي انا بحطيت معلقتين بابريكا. وهي بتستوي بقى مع نفسها كده، ابتدي اعمل المكرونة. في نفس الوقت المكرونة هنا ايه، بحط فيها ملح، ولازم نحط فيها لون الزعفران عشان هي بتبقى صفرة. هتقولي لي ليه هي بتبقى صفرة؟ انا اتعلمتها كده، دي اكلة تونسية مش اكلة مصرية عموما يعني. ولازم تتعمل بالمكرونة الاسباجيتي. هوريكم بقى هنا الفراخ ازاي استوت. اعرف بقى الفراخ استوت وظبطت وتمام وكله تمام لما بنلاقي الزيت طلع خلاص على الوش، معنى كده ان الصلصه استوت حلوه قوي ونطرت الزيت على الوش. نصفي هنا المكرونه، ما بنغسلهاش، بنصفيها بس من الميه اللي هي فيها، ونبتدي نحط عليها الصوص الاول تشربه. يبتدي هنا المكرونه طبعا بسويها حوالي يعني ايه 80%، ما بخليهاش تستوي لغايه الاخر، لان ايه، السخونيه صلصه الطماطم مع سخونيتها بيسويها نسبه 20% الباقيه، وهي بتتقدم سخنه. وهنا بقى بنزلها اهو، شايفينها بتنزل عامله ازاي، وطعمها تحفه جدا على الفطار. كان فطار ويعني ايه، اكله سريعه ما كملتش. مش عايزه اقول لكم ان معظم بنات العيله بيحبوا المكرونه دي، حتى لما يجوا يطلبوها مني يقولوا احنا عايزين مكرونه نجريسكو يا خالته. برغم ان عمليه النجريسكو دي اصلا مكرونه بالوايت صوص، بس هما بقى مسميينها وحاطينها في دماغهم كده. وتبقى اكله سريعه وجميله جدا بتغريف المكرونه مع قطعه الفراخ في الطبق، وبياكلوها وبالهنا والشفا. وهي جميلة جدا ومغذية، وكفاية انها شوربة الفراخ كلها فيها. كل سنة وانت طيب.